اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا هذه لا فيديو تاع اليوم يا ربي. اليوم جيتكم بهذا الكيش، كيش قوة بنة ما شاء الله. ديريه وانتي عينيك مغمضين. هنايا بلا ما نطول عليكم خياتي، نروحوا مباشرة للكيش تاعنا ونشوفوا طريقة الطياب تاعو. هنايا في مقلة ديري قيس 3 مغارف زيت، وزيدي عليها حبة بصلة تكون مقطعة غليظة شوية كيما هكا طرونش يعني، وزيدي عليها شوية تاع ملح وخليها شوية تتقلى تتبال شوية برك، ما تخليهاش بزاف تتبال بزاف. وجيبي الكفتة تاعك هنايا زيديها عليها وقليها شوية مع البصل هذا، خليهم يتقلاو في رحبة. من يتقلاو لك شوية جيبي هنايا زوج فصوص توم ديريهم، يكونوا مرابين بطبيعة الحال. جيبي هنايا لي زيبيس تاوعك، عندك مغرف قرفة، مغرف كركم، مغرف حرور. خليهم يتقلاو لك غاية مع الكفتة والبصل يشربوا لك البنة مليح باش تجيك الحشوة تاعنا بنينة. هنايا مور ما تقلات لي غاية نجيب معدنوس مغسول ومقطع رقيق ونزيد عليه حبة تاع زرودية تكون مرابية، ونخلوها قد ما طيب الزرودية تاعنا، نخلوها تاني تتقلى غاية وتشرب لي بنة مليحة. وهنايا دوقي الملح شوفيها الى ممسوسة ولا لا، زيدي لها لا ما خصها والو خليها وخليها تبرد بجهة. ونروحوا مباشرة للعجينة تاعنا. درت هنايا 2 ملاعق كبار زبدة زائد 3 ملاعق زيت او ربع كأس زيت على حسب الذوق. هنايا زدت لها حبة بيض، والدهان من المستحسن يكون دايب بدرجة حرارة الغرفة باش ما يغبنكش في العملية تاع الخلط تاعك. مور ما درت كامل المقادير تاوعي نخلطهم بواسطة فوي او مضرب. انتي الا حبيتي هنايا تستعملي الخلاط الكهربائي استعمليه عادي يعني، ونزيد لها نص ملعقة خميرة كيميائية ونزيد عليها الفرينة ونبدا نلم في العجينة تاعي لايمها. لازم تخرج لي عجينة طرية، ما تكونش عاصية بزاف وما تكونش طرية بزاف، يعني تكون سهلة الاستخدام. والعجينة ما غاديش كامل تديلك الوقت وتديلك يدك، غادي غير تلميها وديريها في بلاستيك غذائي وديريها في الثلاجة باش ما تغيرلكش الحجم تاعها من تجي طيبيها. ونروحوا للصلصة البيضاء اللي غادي نديروها من الفوق. نديرو 2 حبات بيض ونديرو نصف علبة كريمة طازجة او لا كريم فريش اللي عندك ديريه ماشي مشكل يعني. وديري فرماج رابي النوع اللي عندك وزيدي عليه شوية حرور وشوية ملح. هنايا الحرور يمد بنا شابة للصلصة البيضاء تاعنا ويعطي قوة زيادة للكيش تاعنا تاني. ونجو نخلطوهم كامل ونوخروهم بجهة، ونروحو نجبدو العجينة تاعنا مور ما كانت ريحت في الثلاجة مدة 2 دقايق ولا، ونقادوها غاية بيدينا، ما نخلوهاش غليظة من جهة ورقيقة من جهة، لازم تجينا كامل سوا. وحاولي ما تغلطيش الطبقة التحتانية بزاف، ونديرو فيها ثقوب باش ما تغيرش الشكل تاعها وقت الطياب وما تنفخناش. ونديرو الحشوة تاعنا نزيدو عليه فرماج بورسيون مقطع عشوائي، والكريمة لازم تغطي بيها كامل الكيش تاعنا باش يجيك مشمخ وبنين ما يجيش ناشف. ونجو من الفوق نديرو جبن مبشور النوعية الموجودة باش يعطينا تحميرة شابة ويزيد لنا في القو تاع الكيش تاعنا. ونغطو نقيسيو الماكسيموم نغطو كامل الكيش تاعنا بالجبن. مور ما كملنا ندوه مباشرة يطيب في الفرن تاعنا، نديرو على درجة حرارة 180 غادي يطيب لنا شباب، ونشعلو له من الفوق ومن تحت ونخلوه يطيب. وهنايا هاولي الكيش تاعنا كيفاش جا ما شاء الله منظر بنة يفتح النفس يعني، جربيه ما راحش كامل تندمي. وهنايا بغيت نرحب بالمشتركات الجدد تاوعي، مرحبا بكم خياتي في قناتي. وبغيت نقول اللي مازال ما اشتركتش اشتركي في القناة شاركي تقارعي، مرحبا بك اختي انتي تاني. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم خياتي تبقوا على خير، دمتم في رعاية الله، والى الملتقى في فيديو اخر باذن الله.